شخصيه كثر عليها الجدل بزاف. شخصيه كانت في واحد الوقت من اقوى الجنرالات في المغرب، ولكن قصو سالت بدماء وفوضى. محمد عبابو، الجنرال اللي قلب الطاوله على الملك في واحده من اخطر لحظات التاريخ المغربي. شكون هو هذا الجنرال؟ كيفاش تحول من ضابط طموح لقائد اخطر انقلاب في التاريخ ديالنا؟ تابعوني حتى النهايه، راه القصه غادي تخليكم مشدودين من اول كلمه حتى الاخر. محمد عبابو تزاد في واحد الدوار بعيد وسط جبال الأطلس. الحياة كانت بسيطة، ولكن الطموح ديالو كان كبير. والديه شافوا فيه الأمل الوحيد باش يبدل وضع العائلة، فقرروا يرسلوه للمدرسة العسكرية. حتى لهنا ما كاين حتى شي مؤشر تيبين أنه غيكون من أخطر الأسماء في التاريخ. من بعد الاستقلال الجيش المغربي كان كيبحث على ضباط أكفاء، وعبابو كان بين اللي برزو بسرعة بحكم الكفاءة ديالو. خدم مع الجيش الفرنسي من قبل، والصرامة اللي تعلمها خلاته يطلع في الرتب بسرعة صاروخية.